السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أستهل حديثي عن حياة البرزخ، أعجبتني أسطر من ذهب للدكتور مصطفى محمود رحمه الله في كتابه ماذا وراء بوابة الموت. أعجب تماما وأدهش من ناس يجمعون ويكنزون ويبنون ويرفعون البناء وينفقون على أبهة السكن ورفاهية المقام، وكأنما هو مقام أبدي. وأقول في نفسي: أنسوا أنهم في مرور؟ ألم يذكر أحدهم أنه حمل نعش أبيه، وغدا يحمل ابنه نعشه إلى حفرة يستوي فيها الكل؟ وهل يحتاج المسافر لأكثر من سرير؟ وهل يحتاج الجوال لأكثر من خيمة متنقلة؟ ولم هذه الأبهة الفارغة؟ ولمن الترف ونحن عنه راحلون؟ هل نحن أغبياء إلى هذه الدرجة؟ أم هي غواشي الغرور والغفلة والطمع وعمى الشهوات وسباق الأوهام؟ وكل ما نفوز به في هذه الدنيا وهم، وكل ما نمسك به ينفلت مع الريح. لا أحد يتوقف ليفكر، الكل يهرول في عجلة ليلحق بالشيء، وهو لا يدري أن ما يجري خلفه سراب ولا شيء، وأن الدقائق والساعات والأيام تجري وعمره يجري، وآخر المطاف مثواه التراب. حياة البرزخ. أول سؤال يتبادر إلى الذهن: هل الإنسان ينام في القبر إلى أن تقوم الساعة؟ الجواب: لا، البرزخ ليس فيه نوم، لذلك سميت بحياة البرزخ. النوم في هذه الدنيا فقط، بعد أن تخرج الروح من الجسد حياة أبدية لا نوم فيها، تبدأ بالبرزخ وتنتهي بيوم القيامة. يوم القيامة بعد ذلك إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار والعياذ بالله. حياة البرزخ هي إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. البرزخ إذن هو القبر. الناس فيه على 3 أحوال. الحال الأول هو حال المؤمن التقي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فيفتح له باب من النار ويقال له: هذا مقعدك من النار لو كفرت. فيغلق ولا يفتح بعد ذلك أبدا.
ثم يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها فيسعد ويرى مكانه في الجنة، فيقول رب أقم الساعة أقم الساعة حتى يدرك هذا الشيء، ويظل في نعيم في قبره حتى تقوم الساعة، فيدخل إلى جنات رب العالمين. الحال الثاني الكافر والمنافق، يقال له أيضا من ربك؟ ما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري لا أدري، ثم يضرب بمطرقة على رأسه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان أي الإنس والجن. ثم بعد ذلك يفتح له باب من الجنة ويقال له هذا منزلك في الجنة لو كنت آمنت، ويغلق ثم لا يفتح عليه أبدا. ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وريحها فيقول رب لا تقم الساعة لا تقم الساعة. أما الحال الثالث فهو المؤمن العاصي، أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر هنا يتفاوتون، منهم من هو مسرف على نفسه بالكبائر، ومنهم من هو غير مسرف، فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم ربنا سبحانه وتعالى. وأهل الكبائر هؤلاء قد يعذب بعضهم في القبر فترة من الزمن تكفي المعاصي التي آتاها، ثم بعد ذلك ينعم في القبر وفي الآخرة. والبعض الآخر يعذب في القبر ويستمر العذاب والعياذ بالله إلى يوم القيامة ليكمل ما بقي لهم من العذاب، فيدخل النار والعياذ بالله. أسأل الله السلام لي ولكم، وفي أمان الله وحفظه.